السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، تاني يوم لينا في المصيف زي ما انتوا بتتابعوا معانا. شفتوا الفيديو اللي فات بقى، كان اول يوم لينا وكنا راجعين مرهقين قوي من السفر، فما قدرناش نستمتع كويس باليوم بتاعنا. يعني نص اليوم ضاع كده ما بين النوم وما بين كنت بفضي الشنط للولاد وما استمتعناش كويس باليوم. فصحينا بقى تاني يوم وقلنا لا، احنا مش لازم نضيع مننا اليوم ده كمان. يعني هي الرحلة كلها 3 ايام، فلازم نحاول ان احنا نستغلهم كويس ونستمتع بيهم. صحينا بقى ونزلنا خدنا الفطار بتاعنا كده في الفندق تحت، وبعدين اخدنا بقى الولاد وقلنا نروح على البسين عشان يستمتعوا شوية وياخدوا حمامات شمس وكده، يعني يبسطوا شوية. فنزلنا وهما نزلوا ايتن واحمد قريب مني، وانا قعدت بايلن وقعدت بايسل. ايلن نزلت المية شوية زي ما انتوا شايفين، وبعدين رجعت تترعش قوي وبردنا، قلت لها لا خليكي بقى قاعدة جنبي. فزي ما انتوا شايفين كده قعدتها جنبي بقى وخليتها في الشمس عشان كانت عمالة ترتعش جامد قوي عشان تلحق تنشف. زي ما انتوا شايفين ان الفندق كان جميل قوي والمناظر اللي فيه، مناظر الخضرة حلوة قوي، مريحة جدا للأعصاب والنفسية. عايزة اقول لكم انا ما نزلتش المية. ما نزلتش المية بسبب ايسل، لان ايسل مش هتستحمل ان هي تقعد وقت كبير في المية. بتتضايق اول ما بتتحط في المية، بتصرخ جامد وبتعيط وبتتضايق. وانا اكيد مش هستمتع وانا شايلها في المية، يعني اخري هقعد نص ساعة. ففضلت بقى ان انا خدت دور ان انا اقعد برا بقى، اخد بالي كده من من اللي في المية واللي برا المية وكده، يعني دور الام بقى اللي انتوا فاهمينه، المضحية ده. زي ما انتوا شايفين بقى، ايتن كانت هنا عمالة تلعب كده في البسين مع احمد. كل شوية تطلع تقولي ماما بصي النطة دي وتنط، بصي النطة دي وتنط زي ما انتوا شايفين. كانت مبسوطة قوي. ايتن كانت اكتر حد مستمتع ومبسوط، يعني كانت بتقولي ماما انا مش عايزة ارجع البيت تاني، خلينا عايشين هنا. المنظر فعلا جميل قوي، المنظر مريح قوي للنفسية. الفندق كان فيه بسين خاص كده، ده كان لوحده للأجانب. البسين اللي كان ورايا ده كان مخصص للأجانب، يعني ما كانش ينفع، مش مسموح فيه ان مصريين ينزلوا. كان فيه نسبة أجانب يعني كويسة نقدر نقول. كانت كانوا فرنسويين على ايطاليين، يعني جنسيات مختلفة كده. زي ما انتوا شايفين كان الفندق كان لذيذ، كان فيه اكوا بارك للاطفال، كان فيه اكوا بارك برضو حلو قوي للكبار. بس كانت فيه يعني مشكلة ان الاكوا بارك بتاعة الكبار، يعني علشان انت تاخد دور وتنزل، كان ما شاء الله الفندق فيه نسبة تسكين كبيرة واشغال كبير قوي. فعلشان كده كنا علشان نطلع نقف على الزحليقة او ناخد دور، كنا ممكن نستنى 10 افراد قدامنا. يعني كان ما شاء الله الفندق كان فيه نسبة اشغال، مش عارفة علشان المدارس خلاص فالناس بتلحق الصيف او ايه. بس يعني كويس برضو، يعني استمتعنا بالمية، وعندي زوجي لحق اخد له كام دور كده على الاكوا بارك يعني في وسط الزحمة. جينا بقى هنا عند الشط وقلنا بقى كان خلاص مغارب كده، قلنا نستمتع كده بمنظر الغروب، كان حلو قوي. وكمان بالمناسبة اللي انتوا عارفين ان احمد بيفضل البحر قوي عن البسين. احمد متخيل ان البحر ده بالنسبة له حاجة ممكن يصطاد منها كل حاجة هو بيحلم بيها، يعني بيجي عند الشط عايز يصطاد كابوريا وعايز يصطاد سمك، وهو متخيل ان البحر ده ما يقف على الشط هيصطاد يعني كل حاجة. فزي ما انتوا شايفين احمد بقى عايز بقى ينزل يصطاد، وانا كنت قاعدة هنا كده بستمتع بالغروب انا وهو. يعني انا بحاول ارضي كل الاطراف، يعني ابقى مع احمد عند البحر وابقى مع ايتن عند البسين. فكده دور الام بقى اللي انتوا فاهمينه. زي ما انتوا شايفين كان منظر البحر حلو قوي ومنظر الغروب كان جميل قوي، حاجة زي ما بقول لكم مريحة قوي للنفسية. شايفين احمد؟ عايزة اقول لكم احمد انا عامله له فيديو. احمد كان قاعد على الشط مستني اي حاجة يصطادها، مستني سمكة، مستني كابوريا، مستني اي حاجة. بس عايزة اقول لكم هو نجح ان هو قدر يمسك قوقعتين صغيرين كانوا جواهم، عايشين يعني. الكائن الحي اللي جوه القواقع كان عايش، وكان هو مبسوط قوي لما مسكهم، وكان عمال يلعب بيهم وفرحان قوي. حطهم في ازازة علشان هنروح بيهم، يعني هو كمان مش عايز حط نص الازازة مية ومش عايز يسيبهم، عايز يروح بيهم.
وهنا ايتن بقى زي ما انتوا شايفين، لقيت كده الطبق ده على الشط كده، وهو لقى الازازة دي على الشط، فقعد يملى مية كده ويلعب بيها. وكان مستمتع قوي، واكيد طبعا كل ام تبقى مبسوطة قوي وتبقى مستمتعة لما بيبقى اولادها شايفاهم مبسوطين كمان ومستمتعين. زي ما انتوا شايفين الشط كان فيه تقريبا الفندق اللي عامل كده، ان كان فيه على الشط الزلط الصغير دوت تقريبا. مش عارفة ليه، لان ممكن يكون الشاطئ كان يعني كان فيه مشكلة او حاجة، فهم حاولوا يصلحوها. منظر البحر زي ما انتوا شايفين. هنا بقى اخدت كام صورة كده لاحمد، قلت ايه خليهم بقى كده ايه للذكريات، يعني بننزل عندنا على اللاب كده ملفات بنخليها للذكريات. زي ما انتوا شايفين بقى احمد بقى ايه يعني عايز اي حاجة يحطها جوه الازازة دي. طبعا انا خفت عليه بصراحة، يعني خفت من الازازة دي لا تتكسر تعوره، فطلبت منه ان هو كان في سلة قريبة راح رماها فيها، فهو قال لي هلعب بيها شوية وهرميها ما تقلقيش، فانا قلت له لا. شايفين بقى الراسطة اللي ايتن عاملاها في شعرها دي. كنا خارجين فخرجنا يعني بالليل. صممت شافت كده محل حاطط صور كده راسطة، وعايزة اقول لكم ان احنا معظم من اللي معانا في الفندق كمان اجانب ومصريين عاملين الراسطة دي في شعرهم. فشافت بقى المحل ده حاطط كده برا يافطة عليها تسريحات الراسطة، فصممت بقى مع ان الوقت كان متأخر جدا وكنا عايزين نروح. صممت ان هي لازم تعمل الراسطة. بصراحة انا ما كنتش حابة خالص، لان انا عارفة ان انا لما هاجي افكها هلاقي شعرها متأثر بالسلب قوي، وهلاقي ان هي شعرها اصطف. بس هي من كتر ما كان كل او معظم اللي معانا في الفندق كان فعلا عاملين راسطة، فهي كانت حابة قوي ان هي تعملها. انا عملت فيديو عملت فيديو يعني في المحل وهي بتعمل الراسطة، هنزله لكم ان شاء الله. انا مش عارفه بصراحه، انا ما دخلتش محلات قبل كده بتعمل راسطه، بس انا اتفاجئت من الاسعار. يعني ايتن شعرها مش طويل قوي ومش تقيل كمان، يعني شعرها خفيف نوعا ما. فلما دخلت المحل وسألت الراجل قلت له يعني انا عايزه اعمل راسطه للطفله دي وكده، شعرها هيتكلف كام؟ فقال لي 500 جنيه. فانا اتفاجئت قوي من السعر واتصدمت كده يعني. فكنت مفكره يعني حاجه كده زي الاستشوار، يعني نعملها ب100 جنيه ولا حاجه. فقلت له ليه؟ ده شعرها يعني خفيف ومش تقيل، يعني التكلفة ليه 500 جنيه يعني؟ فقال لي والله هو يعني هو اسعارنا كده تقريبا بقى عشان سياحة يعني، بس احنا بقى ايه نزلنا في السعر طبعا شوية وعملته لها. زي ما انتوا شايفين دول بقى القواقع اللي احمد كان جايبهم، وكان منبهر بيهم اخر انبهار. يعني الكائن الحي اللي كان جوه القوقعة ده كان عمال بيخرج وبيدخل، وهو بقى بيتبسط قوي قوي من الحاجات دي، شكله هيطلع عالم احياء او حاجة كده يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هو ايه كان مبسوط قوي بالقواقع دي. جاب لهم ميه وجاب لهم زلط وعمل لهم البيئه بتاعتهم بقى اللي هم ايه بيعيشوا فيها، يعني زي ما انتوا شايفين. هنا ايتم بقى كانت عماله بتاخد لقطات كده، وانا بقى ايه في نفس الوقت كده معايا ايسل. كنت بحاول بقى ايه ادوقها. البرتقال انا ما باكلش ايسل خالص لغايه دلوقتي. هي اصلا بترفض الاكل، يعني ما باجي اكلها بحس ان هي مش بتعرف تبلع كويس ولسه مش مستعده ان هي تاكل، فانا بدوقها يعني مجرد كده اما اكون باكل حاجه بخليها تستطعم بس الحاجه. زي ما انتوا شايفين ايتم بقى كانت بتاخد كده كام صوره كده زي ما انتوا شايفين بقى ايه للذكريات الحلوه. وبعدين قلنا ايه يلا نطلع يلا بينا. قلنا بقى يلا بينا علشان نطلع بقى كفاية كده قوي، يعني كان خلاص وقت الغروب، واكيد انتوا عارفين اللي بيبقى في المية ده بيبقى مرهق بقى جدا، يعني محتاج ان هو يقعد بقى يرتاح شوية. فقلنا بقى نطلع بقى على اوضتنا ونقعد نرتاح شوية وبعدين ننزل عشان كان العشاء بيبقى من 7 ل9. احنا كنا بننزل الساعة يعني 8:30 9 الا ربع، يعني قبله بشوية صغيرة لان كان المطعم بيبقى زحمة جدا. فاحنا كنا بننزل في الاخر بنفضل كده يعني. زي ما انتوا شايفين احمد بقى حابب قوي اللعبة اللي انتوا شايفينها دي، اسمها هاجي واجي تقريبا او حاجة كده. حتى كان جاب الدبدوب بتاعها يعني برضو، واحنا في الغردقة جاب الدبدوب بتاعها. مدمنها او يعني حاببها.
كان قاعد بقى بيستمتع كده. وزي ما انتوا شايفين بقى دي الصور بتاعتنا اللي خدناها. استنونا بقى في باقي فيديوهات المصيف. باي باي.